إمام عاشور اللي خرج النهارده غاضبا بعد نهاية المباراة لأنه لم يشارك في المباراة. فين الغاضبا يا عم؟ طب عيد كده اللقطة تاني يمكن احنا ما خدناش بالنا. يا عم الراجل هو خرج سلم على ديانج وبيرسي تاو وكان بيضحك وبيهزر. انت جبت كلمة غاضبا دي منين؟ اقول لك على حاجة هتحوت. ابقى روح طيب بخاطره. صلى على النبي وعلى الله الصلاة والسلام في البداية. لو مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. هاني هتحوت كعادته بيحب يروج اشاعات هو واسلام صادق. فدلوقتي الدور على مين؟ على امام عاشور. ومش هو بس، ده انا هجيب لك ناس تانية بتتكلم عليه. بس في الاول كده صن داونز يخسر مدافعه موتيبي امام الاهلي بعد الطرد امام بترو اتلتيكو. الصلاة على النبي. مين موتيبي ده اللي صن داونز خسر؟ هو ده يا فندم. هكذا العرضية، هكذا بالنيران الصديقة والشباك الجنوب افريقيا تهتز مرة أخرى بالنيران الصديقة. شكرا لمدافع الصن داونز، أتيتنا هدف اللحظة. ايوه والله هو ده موتيبي اللي احرز الهدف في نفسه وخلى الوداد يتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا امام الاهلي. هو ده اللي اتطرد في مباراة صن داونز وبترو اتلتيكو ومش هيلعب قصاد الاهلي. يا ريته كان لعب. يعني اشمعنى الراجل ده اللي اتطرد؟ انا مش عارف. تعالى بقى نسمع كابتن رضا عبد العال بيقول ايه وارجع لي تاني عشان نكمل بقية فيديوهاتنا ومعانا فيديوهات نارية. يعني انت الماتش اللي فات طلعت رضا سليم وهو كان نجم المباراه، النهارده تقعدوا تعاقبه؟ انا مش عارف. اداء سيء جدا. الاهلي بيضيع لان الفرقه قليله جدا، والفرق اللي زي دي هي اللي ممكن تطلعك. خلي بالك، يعني انت ما تخافش الماتش اللي جاي مثلا من صن داونز، لان اللعيبه هتبقى مركزه وفي احسن حالاتها، سواء من الناحيه البدنيه، الناحيه الذهنيه، الناحيه الفنيه، واخد بالك، لان عارفين ان هيلعبوا تيم كبير، واخد بالك. انما المشكله ان انت في ماتش زي ده هم مستسهلينه وحاسين ان هو سهل، وانت اصلا مالكش اي انطباعات. يا راجل زعق، انت بتزعق للحكم، انت بتزعل الحكم. الكرة فاول؟ لا مش فاول، محمد هاني هو اللي اتدلع فيها واتبطئ فيها، الراجل خدها منه وراح واتعملت الجون. وكان في واحده برضه قبل كده محمد عبد المنعم اتبطئ فيها والشناوي طلع والراجل حطها لو في الجون جون، وكنت خرجت النهارده وكانت بقت فضيحه. فعايز اقول يا رجاله ماشي خلاص، ماتش انساه وما تفكرش فيه، بس انت عندك ماتش قوي جدا، فرق الكرة بجد، وده الاختبار الحقيقي بجد. يا اما تمحي عارك وتضيع الخمسه وتكسب هنا، بغض النظر عن هناك، بس تكسب هنا 3-4 تمحي العار اللي عندك. انت كل دلوقتي واخد افريقيا، بس في نقطه سوداء اللي هي الخمسه. يعني انت خدت بطل افريقيا وكلام، بس البطل ما يشيلش خمسه يا جدعان. فانت جات لك الفرصه ان شاء الله باذن الله يوم الاحد، او الماتش اللي هنا باذن الله بتاع النادي الاهلي وصن داونز. عوض بقى، ورينا امكانياتك بقى، اللعيبه بقى تطلع كل امكانياتها. هو انا عارف انه مش هيطلع امكانياته، بس انا عارف ان اللعيبه مع الجماهير مع الضغط الاعلامي انا عارف ان هم هيبقوا كويسين. بس عوض بقى العار اللي انت سايبه ده. معقوله واخد كل البطولات السنه اللي فاتت وتشيل خمسه؟ يعني ده سيبك بقى من اللي بيطبلوا بقى ويقعدوا يقول لك الروتيشن، اصل الراجل روتيشن ايه؟ ده نالتوم روتيشن ايه؟ يعني انت مش شايف كرة محمد هاني دي فاول؟ دي مشكلتك انت. ده اللعمة يشوفها ان هي فاول. اما بالنسبة النخس العاري واتغلبت خمسة، يا حبيبي انا خدت البطولة. ده في فرق بتتهزم 3-0 وما بتاخدش البطولة، ما بالك اللي اتغلب خمسة وخدها. في فرق بتتغلب خمسة وستة وسبعة واربعة وما بتقومش تاني. ما بالك انا بقى اللي اتغلبت خمسة وبوصل للنهائي بقالي كام سنة. ما بالك انا اخر 4 سنين واخد 3 نهائيات، يا اللي بتتكلم عن خمسة واخسر العاري. وبعدين لما بلعبش فريق قوي. انا اعرف في نادي كده كان بيلاعب فريق درجة 10 يعتبر في الدوري المصري وكسب وعمل انجاز ان هو صعد في البطولة. وفي فرق بتكسب فرق قوية وما بتحتفلش الاحتفالات دي. الفكرة يا كابتن رضا مين الموفق في الملعب ومين اللي هيكون مركز اكتر، لان انت ما بتلعبش خصم سهل، انت بتلعب خصم قوي وانا هتكلم عليه في اخر الحلقة. تعال نسمع بقى مهيب عبد الهادي بيقول ايه على ازمة امام عاشور. يعني امام عاشور النهارده بوادر كده، يعني تنشنه مع كولر، وانت دربت امام عاشور. بص احنا مش عارفين الكواليس كويس. لا انا اقول لك الكواليس. قول لي. هو انت عارف اللعيبه اللي على الدكه بعد الماتش بيدربوا.
لما بيكون في اي ماتش واللعيبه ما بتلعبش فبيدرب. ده بعد الماتش، انت في فهو- كواليس بعد الماتش. ده كان بيجري كده يعني ايه، مش بجديه. تمام. فقال له بتجري ليه كده؟ قال له انا رجلي تعبان. قال له خلاص اطلع. اه يا عم، مهيب عبد الهادي بيقول لك بعد الماتش بيتعمل له تمرين اخر الافتكاسات، بيقول له انت بتجري ليه؟ بيجري جريه كده مش جديه، فقال له اصل انا رجلي وجعاني، فقال له اطلع بره. هو ايه اللي اطلع بره وبعد الماتش؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا مهيب؟ انت للدرجه دي خلاص خرفت؟ وبعدين معلش تعالى هنا، انت لو بتتكلم قبل المباراه فهو كان وارد جدا او كان سهل جدا على مارسيل كولر ما كانش حطه في القايمه واستبعده. دي وجهة نظر انا قايمة اللي انا معترض عليها، واقول لك معترض عليها ليه. زي ما قلت لك خليني شويه كده اتكلم فيها. بس انتوا بتعملوا ازمه من لا شيء. اما هو الراجل طلع ومش جاهز كانش خده كولر، او يا سيدي يعني كولر اهم يعني انت بتشوفه بيستبعد لعيبه قد ايه، فمش جديد عليه ان هو لو استبعده. انما يقولوا بتجري ليه ويقولوا اصل انا رجلي مش قادر، ما كانش ضامن. هو ده الطبيعي المارسيل كولر اللي انا هعلق عليه شويه كده. تعالى نسمع رامي ربيع لاعب الاهلي السابق بيقول ايه. انا شايف الراجل لازم يتفرج على ماتش الوداد وسان داونز العوده في جنوب افريقيا بتاع السيزون اللي فات. لازم كده يجيب المباراه دي ويتفرج عليها، انه ازاي الوداد هو اللي عرف يعدي سان داونز. كسب 2 مظبوط هناك. فلازم الراجل يجيب المباراه كلها ويقعد اللعيبه كلها ويتكلم عن مباراه الوداد وسان داونز. البدايه كده الوداد ما كسبش صن داونز، والله ما كسبش صن داونز، ده تعادل معاه 2-2. انا مش عارف ازاي انت بتقول كسبوا 2-0 في جنوب افريقيا. وثانيا الوداد صعد بالجون اللي انا وريته لك، مع كامل احترامي للوداد واللي انا اصلا مش متاكد ان هو يوصل للنهائي، لان لو الترجي اقصى مازيمبي على ما اعتقد بنسبه 90%، وخدها مني كلمه، الترجي هيقصي الوداد. مع كامل احترامي للترجي والوداد، وانا كان نفسي الفرق العربيه والله كلها تتاهل، بس للاسف هم اصطدموا ببعض. فانا وجهه نظري زي ما قلت لك الوداد صعد بالصدفه، وهو حظه ساعتها بالجون البركه اللي انت شفته ده، اللي المدافع ده مش هيلعب قصاد الاهلي. فما تجيش تفتوا يا جدعان والنبي. تعال نسمع مارسيل كولر. هم جابوا فيها جون عشان تنزل لعيب لسه ينزل بياخد وقت عقبال ما يخش في رتم الماتش، في ماتش اصلا خلاص الماتش كان سخنان جدا وماتش على حافه فعلا. انزل لاعب لسه هياخد رتم، اللعيب اللي بينزل لسه بياخد له سبرنتين 3 عقبال ما نفسه يبدا يكرش نفس، فمش هينفع ان انا في اللحظات اللي كانت الفرقه فيها الموضوع بالشكل ده انزل لسه لعيب لسه يخش في رتم الماتش، اخسر لاعب عقبال ما يدخل في المباراه هيبقى مشكله. فقررت وفكرت ان انا اخلي اللعيبه اللي لسه سخنه وبتجري وشغاله واحاول ان انا اعدي الماتش بره الامان. بالنسبه ايه يا عم كولر هتدخل لاعب يخش في رتم المباراه وهو مش جاهز؟ امال التغييرات دي عاملينها ليه؟ معلش يا راجل، ده انا من مباراه سان داونز في دوري ابطال افريقيا اللي اتغلبنا فيها 5-2، وهتلاقي الفيديو على القناه وعمال اقول لك والله العظيم التغييرات دي انت ما بتدفعش فيها فلوس. اقسمت لك 100 مره وانت مصمم تحسسني ان انت بتدفع فلوس على كل تغيير بتعمله. في ايه يا عم؟ هو مش عيب والله ان انا اغير بين الشوطين؟ انت كنت بتلاعب سيمبا ما غيرتش بين الشوطين، ودي كانت مشكلتك وانت اللي حطيت نفسك تحت الضغط ده. وبعدين تعالى هنا، ايه اللي وانا بقول لك يعني انت اللعيبه عندك تعبت، ايه هموتهم في الملعب؟ وما انا واخد القائمه دي ليه؟ واخد اللعيبه دي ليه معايا؟ ما انت ما تاخدهمش بقى يا عم كولر، يا اللي بتتكلم انت وهكلمك على القائمه. تعالى بس انا عايز اعرف رايك في امام عاشور عشان ليا كده تعليق بسيط عليه. بالنسبه لامام ان بعد ماتش الدوري اللي هو اتخبط فيه هو بقى له دلوقتي داخل على حوالي 10 ايام من ساعه ما بيتمرن معانا، مفيش تمرين عارف يعني حاسس ان هو مش مديني 100%. كل تمرين بينزل بيزك شويه ويجري خفيف ومفيش تمرين بيعمله بنفس الشده. فانا قررت ان انا بعد النهارده قلت لا هنوقف، لازم اكشف عليه تاني ونكشف عليه طبيا نشوف فيه ايه. انا عندي احساس ان ممكن يكون في حاجه احنا مش شايفينها، نشوفها ونكشف عليه مره تانيه نشوف ماله، لان ولو طلع مفيش حاجه لا لازم هو عارف ان ما عنديش لعيب بيخفف في التمرين وينزل ماتشات 100%. يعني تتمرن 100% هتلعب 100%، لكن تتمرن 50% وتلعب 100% ده ما بينفعش. فلازم نطمن عليه الاول طبيا وبعدين نشوف هيتمرن كويس. تمام، انت شايف ان امام عاشور مش جاهز وشاكك ان هو مصاب، يا سيدي حقك وما تتكلمش ولا حد يقدر يعلق عليك على كولر. بس ليا كده حته غلطت منك يا مارسيل يا كولر، عارف ايه هي؟ انت بتقول اللاعب اللي ما بيتمرنش ما يشاركش معايا، لازم تتمرن بنسبه 100% عشان تشارك بنسبه 100%. طب رايك بقى في موديست يا عم كولر؟ هي بس عشان خاطر مودست كان عيان جدا، رقد تقريبا 3 ايام في السرير ما كانش بيتحرك من التعب،
بعد كده رجع عمل تدريب واحد بس مع التاهيل حتى مش مع الفرقه. امبارح كان اول مره ينزل مع الفريق. كان تمرين امبارح اصلا تمرين خفيف ما كانش تمرين شديد. هو لغايه دلوقتي ما يعتبرش عمل اي تمرين قوي مع الفرقه من ساعه العوده من الرقده اللي هو كان فيها، انه كان عادي جدا. فالموضوع ملوش دعوه بالثقه ولا اي حاجه، هو بس عشان خاطر طالع محتاج بس كام يوم تمرين مكثف وهيبقى معانا. موديست قعد 3 ايام مصاب واتمرن تمرين خفيف، ده كلام مارسيل كولر، ورغم كده شارك في المباراة. عشان تعرف بس التناقض في الكلام، وده اللي كنت عايز اكلمك عليه في مارسيل كولر، ان هو فعلا بدأ يخطئ. اكلمك بقى على القائمة بتاعت الاهلي وسيمبا. انا عايز اعرف ليه خروج احمد عبد القادر، وليه خروج اكرم توفيق، وليه خروج كريم فؤاد، بالرغم من ضم طاهر محمد طاهر اللي عليه علامة استفهام كبيرة جدا، وصلاح محسن اللي لغاية دلوقتي ما يستحقش اصلا ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي ولا يلبس تيشيرت ناشئين من ناشئين النادي الاهلي. انا عايز اعرف ليه انت دول بتضمهم للقايمه، رغم ان كريم فؤاد كان متالق معاك جدا بعد الاصابه، واحمد عبد القادر كان متالق. بس مارسيل كولر هي دي دماغه. النهارده مجلس اداره نادي الزمالك يوجه الشكر برئاسه الكابتن حسين لبيب لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ويقوم بدعوتهم لزيارة نادي الزمالك في أقرب وقت. يا ريت هي دي الروح اللي تفضل بين القطبين الأهلي والزمالك. مباراة الأهلي القادمة إن شاء الله هتكون يوم 29 أكتوبر، يوم الأحد القادم أمام صن داونز في جنوب أفريقيا، بس المرة دي الساعة 7 والله، مش الساعة 3 العصر، الساعة 7 بفيتوريا في جنوب أفريقيا. ومباراة العودة هتكون 1/11 الساعة 4 بتوقيت القاهرة. ربنا يستر. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.